سمعت صوت القرمشة؟ يلا نعمل الوصفة دي. وصفة النهاردة وصفة خاصة بالأطفال، وتنفع جدا في السندوتشات، وخاصة سندوتشات المدارس، والكبار برضو بيحبوها. وصفة سهلة وجميلة. هنعمل تشيكن ناجتس أو ناجتس الدجاج، ونعملها بطريقة صحية أحسن من بره، ونعملها بطريقة المصانع وبدون بطاطس وبدون نشا. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ أنا مها من مطبخ سريم، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. عندي فينو كان مجمد، قشرته وهو مجمد عشان نشيل الطبقة الصفرا دي، أو لو في توست ممكن نستخدم توست. فرمته في الكبة. وبعد كده عندي نص كيلو من صدور الدجاج، قطعتها مكعبات وحطيتها على الفينو وضربتها في الكبة، فرمتها كويس. عندي بقى هنا خليط من الثوم والزنجبيل، فرمتهم وهحطهم برضو على الايه، على الخليط الفراخ. عندي معلقة صويا صوص واحدة، ما تكتروش في الصويا صوص عشان ما تغمقش الايه الخلطة. وعندي فلفل اسود وملح. وعندي نص معلقه بابريكا، نص معلقه صغيره من البابريكا، ما نكترش برضو عشان ما نغيرش لون الايه الفراخ قوي. هنديهم ضربه كده بالكبه. خلصت الخليط الفراخ اهو. احط شويه زيت صغيرين كده عشان اعرف افردها على الصينيه، او اعرف اشكلها. لو عايزين تشكلوها على طول شكلوها، عايزين تفردوها في الصينيه زي ما انا هعمل كده افردوها. حطيت شويه زيت عشان تبقى سهله ما تلزقش في ايدي. افردها كويس في الصينيه، واسوي سطحها كويس قوي قوي. واحط كيس على الوش كده عشان الوش يبقى متساوي، ما فيهوش الايه التعرجات بتاعه الصوابع دي. كده انا هشكلها واقطعها ايه مكعبات. تمام، او ممكن تشكلوها على شكل بيضاوي، شكل الناجتس اللي احنا بنجيبه من بره. تمام، انا كده خلصته وحطيته في التلاجة يجمد شويه، او في الفريزر يجمد شويه. وبعد كده طلعته قطعته مكعبات زي ما انتم شايفين، سهل جدا. وشويه الزيت دول ما خلوهمش يلزقوا في الايه، ما خلوش يلزق في الايه في الصينيه. شايفين ما شاء الله جميله ازاي، حلوه جدا. خلاص، نبتدي بقى نجهز الكفر بتاع الناجتس. انا هستخدم اللي هو خلطه الفراخ المقرمشه اللي بنشتريها من اي سوبر ماركت او من عند اي عطار، بس مش هستخدمها وهي صيحاها كده. هفرمها شويه في الكبه عشان تقدر تمسك كويس في الايه في قطعه الفراخ. ما بتكون ناشفه او ما بتكون حبيبات كبيره ما بتمسكش كويس. وعندي بضايه واحده وشويه لبن عليها، وشويه فلفل اسود وشويه ملح صغيرين. ابتدي بقى احط فيها قطع الناجتس في البيض، وبعد كده احطها في الايه في الخلطه المقرمشه اللي انتوا شايفينها دي. ممكن تستخدموا بقسماط، بس مش هيديكوا القرمشه بتاعت الخلطه دي. تمام، واسوي الاطراف بتاعتها، ما اخليهاش مدببه كده، يعني اتني الاطراف بتاعت المكعب بتاع الفراخ. تمام، انا وريتكم واحده ووريتكم تانية. تمام، مخدش مني وقت خالص. وصفه لذيذه جدا وهتعجبكم وتعجب اطفالكم، وحاجه نظيفه. الناجتس بره بيحطوا عليه جلد الفراخ على فكرة. هنا نستخدم صدور فراخ، وممكن نستخدم صدور او وراك، خليط ما بين الاتنين. ابتدي بقى احمر الناجتس بتاعي. مش عايزين نحرقه قوي، عايزين يبقى لون ذهبي. تمام، يعني الزيت يكون درجة حرارته متوسطة. اقلبه بقى الناحية التانية كده زي ما انتوا شايفين، لونه حلو قوي، اللون ده جميل قوي ما شاء الله. كانت مقرمشه من بره وجوسي وطريه من جوه، جميله، كان طعمها تحفه. والبهارات او التوابل اللي انا حطيتها حاجه بسيطه، لكن اديتها طعم حلو جدا. شايفين الجمال؟ يلا جربوها وان شاء الله هتعجبكم وتعجب اولادكم. وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.